مراد نهضروا على التغيير التكتيكي. لانيماسيون تاعنا ما كانتش في المستوى، لازم نتكلموها. يا هل تراونا كري دي زوكازيون، وصلنا للي بيت ما وصلناش. من اليوم كان خيب. احنا تغير الشوط الثاني، تمد نصايح بين الشوطين تغير الطريقه. وفي الشوط الثاني ما نستناش. انا المنتخب السنغالي كان يحوس على ضربه الترجيح، كان يحوس عليهم من البدايه، وحنايا كنا حنا اللي. شكرا يونس، بارك الله فيك. رضا كمل هذا شوف والله يا شيخ راني معاك 100%. واش راك تهضر 100%. انا ما راحش نناقشك. خليك انا واش راك تهضر انت؟ ما ندخلكش في الديزويت. ادخل لا لا قصر لك شيء. الخطه التكتيكيه اللي تهضر عليها والانتقادات اللي مدينه بصح انت لاحظتها ولا ما لاحظتها؟ وكل اني وانت انا راني معاك. خليني نكمل لك بصح. انا راني معاك في هذه. قلت لك اليوم نقولوها، انا نقولها باسكو ما عنديش مع نخاف. بوقري يتحمل جزء من المسؤوليه واش حدث اليوم في النهايه. بصح شيخ كي تقول لي انت لا ما داش 23 و 24 وين عطيني؟ يعطيني شكون هما؟ عطيني اللي راه في البطوله. يعطيني بلاصون ديجا عطاك راك تحضر. عزتني عطيني. عيد الهاد ما تستغلوش. بصح رضا عيد الهاد بعد من اللاعبين انت ما تعرفهمش. جعلت كاس تشامبيونز ليغ. اسمع لو سول عنده رضا. سالتني خليني نجاوب رضا. نكمل. سالتك اسمح لي. انا قلت جعلت لو سول اللي عنده تشامبيونز ليغ ما يلعبش تيتولار. يعني انا نظن لعبوا ما تحت ما لعبوش. ما شفناش دخلوا لعبوا في المباراة الأخيرة تاع المباراة تاع. انا نظن يا جماعه شوف الا تاخذوا راهي هذا النقاش عندنا حساب دور ماهوش مشكل ورايحين نجيبوا بالصور نديروا حصيله وكذا. الانتقادات مليحه كي ما ننتقدوا حتى واحد. لا حنا سي لا رياليتي. حنا سكون واش شفنا يونس. لما احنا كاعلاميين لما نقول الانتقاد يقدر بناء ومليح يفيدنا. انا اذا كنت تحب هو وغدوه نزيد نتعمق. انايا كي فهمت حاجه مزيه اللي جات الشان هذه، ولا صدقوني غير مزيه. فهمت حاجه في الجزائر باللي كاين دو فولي. كاين لو فولي هذا اللي خلاص كسبناه، اللي هو ما نزيدوش نكرروا تنظيم المنشآت، المرافق، الإرادة السياسية، الدعم من فوق لتحت. سي بون الجماهير شوف يعني التحضر نتاع خلاص. سي بون يا سي يونس. الفولي دوزيام اللي هو الفوضى العارمة والفساد والمال اللي يروح منا ومنا إلى آخره. هذا شق ثاني الدوزيام فولي اللي إن شاء الله نتمناو ما يكونش كي ما يكونش لما ما يكونش في المستقبل. يونس راح تبقى دير هذا النقد البناء، ولكن يكون أقل درجة. علاش؟ باسكو يكونوا المدارس، يكونوا الأكاديميات، يكون التنظيم المحكم، يكون التسيير العقلاني، يكونوا الأموال نعرفوا وين يروحوا، نعرفوا رؤساء الفرق اللي عندهم كفاءة. كاين اللي عندهم كفاءة ولكن في الفوضى هذه ما يبانوش. نعرفوا مثلا الإعلام اللي راه يتطور. تشوف حكيت لكم البارح طاقة شبانية الله يبارك. ونعرفوا والهيئات تاعنا يوليو عندنا ممثلين خارج في الكاف وفي الفيفا وغيرها. لا نبقاو ننتقدوا، ولكن انتقاد اللي يكون خفيف نوعا ما. خليوا لي انا نوعدكم غدوه نجيب لكم ملف خاص بهذا الاخر واعطيو رايكم. لماذا؟ انتم كتقنيين يسمعوا لكم، وحنا كاعلاميين كذلك الحمد لله يسمعونا. هذا بالنسبه